منو العالم أو المفسر اللي قال إن الأرض كوكب؟ وهل الله سبحانه وتعالى قال إن الأرض كوكب، ولا أنت من دماغك كذا وقلت إن الأرض كوكب؟ نرجع اللي خلقها هو اللي بين لك. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. كذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إذا كانت الأرض كوكب فلازم تكون رجوم للشياطين وحفظ من الشياطين، ولا الأرض ما تصير كوكب إلا لازم تكون زينة مثلها مثل الكواكب، ولازم تكون في السماء الدنيا. من اللي قال إن الأرض موجودة في السماء الدنيا؟ ومن اللي قال إن الأرض زينة؟ ومن اللي قال إن الأرض محفوظة من الشياطين ورجوم للشياطين؟ ولا هو من راسك كذا أنت عشانهم قالوا كوكب قلت كوكب؟ الله خلق هذه الكواكب لها غاية، وغايتها موجودة في القرآن: الزينة، وفي السماء الدنيا ورجوم للشياطين محفوظة من الشياطين. هل الأرض الآن أنت تشوفها حفظ من الشياطين والزينة؟ وهل تشوفها أنت رجوم للشياطين؟ إذن الأرض الله سبحانه وتعالى بين خلقها في سورة فصلت. قال الله سبحانه وتعالى في الآية من 9 إلى 12: قال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. كذلك في نفس الآية قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض أتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين. يعني لاحظ، خلق الأرض بعد خلق السماوات. بعد ما خلق السماوات الله سبحانه وتعالى وش قال؟ وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح. شوف متى جاءت الكواكب المصابيح، متى خلق الله سبحانه وتعالى؟ بعد ما خلق الأرض وخلق السماوات ال7، بعد الله سبحانه وتعالى خلق هذه زينة السماء. إذن كيف تكون الأرض الآن كوكب وهي جاءت متقدمة عن خلق الكواكب؟ بالعكس، كان في فاصل بين خلق الأرض والكواكب، كان في السماء فقضاهن 7 سماوات في يومين، بعد قال وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح. إذن الأرض ليست كوكب بدليل القرآن، الأرض ليست في السماء بدليل القرآن، الأرض ليست زينة بدليل القرآن، الأرض ليست رجوم وحفظ من الشياطين بدليل القرآن. الكواكب في يوم القيامة تنتثر والنجوم تنكدر. الله سبحانه وتعالى قال: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. كذلك الله سبحانه وتعالى قال: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. هل الأرض الآن إذا هي كوكب تنتثر في يوم القيامة؟ فكر شوية بمخك، هل تنتثر الأرض في يوم القيامة؟ طبعا لا. هذا في يوم القيامة. شو بش يصير للكواكب؟ طيب وش يصير للأرض في يوم القيامة؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. إذا تمد الأرض يوم القيامة كمد الأديم، فكيف تكون كوكب الأرض؟ كذلك حتى في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى قال: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. إذن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يبرز هذه الأرض عشان يحشر فيه عباده، فكيف تقول برضو الأرض كوكب وتختلف صفاتها وماهيتها عن الكواكب؟ كذلك الله سبحانه وتعالى قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لاحظ، حتى في يوم القيامة الأرض تبدل من حال إلى حال، ويجيني واحد راسه فاضي ويقول الأرض كوكب. من العلماء اللي قالوا إن الأرض كوكب؟ وهل الله سبحانه وتعالى قال إنها كوكب ولا سميت أنت من مزاجك؟ فكرة أنك تقول الأرض كوكب لأنك مؤمن بالانفجار الكبير، لأنه أصلا ما صارت الأرض كوكب إلا لما أنت آمنت بالانفجار الكبير اللي ما أنزل الله به من سلطان في الكتاب. إذن الأرض ليست كوكب لأنها تختلف ماهيتها. الأرض في يوم القيامة حالها غير حال الكواكب. كذلك حتى في الدنيا هذيك زينة الله سبحانه وتعالى خلقها لنا، كيف تكون الأرض زينة؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وبنينا فوقكم 7 شدادا، يعني بنى فوقنا 7 سماوات، وفي السماء الأولى هذه موجودة فيها الكواكب والنجوم. يعني كيف صارت الأرض الآن في السماء الدنيا وكيف صارت كوكب؟ فشغل مخك شوية وتعرف وتفرق بين أن الأرض هي كوكب أو لا. أساسا ما قالها عالم ولا عالم مسلم يقول إن الأرض كوكب، ما في إلا أنت اللي تقول الأرض